المجاور للسودان اثيوبيا أيضا دعينا إليه، وهو له منزلة من حيث أن الحبشة هناك حيث هاجر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان النجاشي في الحبشة الملك المسلم الذي أسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب لما مات، الملك الذي عدل وأنصف وحيى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب الحبشة ونعلن لهم الحب والولاء والشكر الجزيل لأنهم أكرموا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. جزا الله أهل الحبشة خيرا على فعلهم التاريخي النبيل الرجولي البطولي يوم استقبلوا مستضعفين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هبطنا مطار أديس أبابا. أديس أبابا أظنه الورد الأبيض أو رائحة الورد أو نحو ذلك. فوجدنا الاستقبال من إخوة من طلبة العلم، وبالمناسبة هو مطار منظم وجميل كان شاركت فيه حكومة الكويت. وهناك شيء وهي تواضع أهل إثيوبيا ومسكنتهم، وأنا أدركت لماذا اختار صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أن يهاجر الصحابة لذاك البلد، وهم شعب ليس فضولي ما يسأل الذاهب ولا يسأل الآيب، وشعب فيه هدوء ومسكنة وحب وقرب منك. خرجنا من المطار ولفت نظر الطبيعة الخلابة، وتجد الثروة الحيوانية، تجد قطيع البقر وقطيع الغنم، وتجد الحمير، وتجد الناس على الطريقة القديمة يحصدون الزرع والذرة والقمح، وتجد الفواكه متوفرة، والعجيب رخص الأشياء صدقوني. ولذلك هي الثروة الحيوانية الآن تأتي اللحوم تأتي من إثيوبيا ترى أكثرها، وتزرع الآن مزارع الشاي والأرز وغيرها في إثيوبيا. الخروف الواحد ب100 ريال، ولذلك صرنا كرماء هناك جدا، صرنا ندعو زملائنا وندعو الأحباب لأن الخروف الكبير يكلفك 100 ريال. وذهبنا إلى ضواحي إثيوبيا حيث الغدران وحيث الأنهر والأشجار الجميلة وبحيرات صافية. والعجيب عندهم أيضا العسل أنواع، عسل أبيض وأحمر وأسود وكذا على حسب الشجر الذي، ففرخص الأشياء عندهم لرخص العملة. فلذلك الذي يأتي مثل من بلاد الخليج يحصل على رخص كثير. لذلك وجدنا مثل السعوديين يتاجرون هناك، مثلا يتاجرون في العسل أو الثروة الحيوانية أو لهم مزارع أو لهم كذا جهود. وكبار التجار الآن افتتحوا هناك مزارع الأرز والشاي مثل الشيخ محمد حسين العمودي وغيره. والآن هو يغذي السعودية بمشروع كبير لإيصال اللحوم من إثيوبيا، وزراعات مد بصرك وأنت ترى المزرعة الواحدة، والمياه مياه الأمطار والمياه الجوفية ومياه الغدران ومياه البحيرات ومياه الأنهار، ومساحتها كبيرة، سكانهم ما يقارب 70 أو 80 مليون، 80% منهم من المسلمين، وبينهم وبين المسيحيين تعايش. والحكومة عندهم حكومة عاقلة، هي حكومة رئيس الوزراء مسيحي لكنه عاقل، يؤمن بالتعايش السلمي، فتح مجالات كثيرة، التلفزيون والإعلام للدعاء المسلمين، وبعض وزرائه مسلمين. خطبته في الجامع جامع النور، وحضر أنا ما أدري الناس يحطون أعداد يقولون حضر 40,000 50,000 ما أدري، لأني ما لكم تعدم واحد واحد، لكن حضور من أكبر الحضور الذي رأيته. لأن مسجد النور هذا هو من أكبر في أديس أبابا، من أكبر المساجد في إفريقيا على الإطلاق. قبل أن أصلي أدخل الخطبة انتظرت مع الناس، فقام الشيخ عمر إدريس أحد علمائهم فألقى موعظة لهم بلغتهم المدن الحبشية أو كذا، يعني طبعا هي لغتهم. ثم قمت أنا فخطبت وترجمت الخطبة خطبتي، مع أن الكثير منهم ترى يعرف اللغة العربية، وكثير منهم درسوا في السعودية وفي غيره وفي الأزهر. وألقيت خطبة في الإيمان والتآخي وشكر أهل الحبشة على استقبال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودروس من الهجرة النبوية. أيضا فيهم كرم في الضيافة وفي الاستقبال، وهم يعني يرحبون بمن يأتي من بلاد الحرمين ومن مهبط الوحي، ويحفظون التاريخ المجيد، ولهم تشرف جدا عظيم بمسألة المستقبل وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فهم يرون أن هذا من أحسن مكاسبهم التاريخية، يحفظون هذا. أيضا فيهم قرب إذا اختلف الشيخ عمر إدريس مع الشيخ طه إمام جامع النور، فأصلحنا بينهم، وكان الخلاف بينهم سنوات، فتصالحوا وتعانقوا جميعا. بعضهم بكى لأن كان الخلاف شديد وكان خلاف على وجهات النظر، فجئنا بالآيات والأحاديث، ومعي مجموعة ما يقارب 10 من طلبة العلم، وأقسمنا عليهم أن يصطلحوا فتعانقوا، كما قال البحتري: إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. أيضا
عندهم مسألة الطعام لا نكتمكم سرا أنه من ألذ الأطعمة في العالم. عندهم اللحم يؤخذ مباشرة من المزرعة، الخروف والتيس، لا يمر بالقسطرة ولا يمر بالثلاجة ولا يمر شيء، أمام عينك يذبح في المطعم ويقدم لك السليق على طريقتهم، والعسل على طريقتهم، والخبز الحار على طريقتهم، والفلفل والليمون على طريقتهم، وكل ما لذ حتى السمن وما لذ المطاب كلها من الطبيعة أمامك، المزرعة أمامك، تنظر كما في الشكل رقم واحد إلى التيس والخروف والعسل والسمن والشاي والأرز أمام عينك، ويمكن أنك تحمل سيارتك من كل هذا ب1000 ريال. فعندهم رخص، هذا أنا لم أجد بلد في العالم مثل إثيوبيا في رخص، لأن الدخل عندهم طبعا، فصار الأمر رخيص. هو يمكن هم سكان إثيوبيا يمكن أنه غالي عليهم أو ليس رخيصا كثير، لكن يأتي من خارج من الأغنياء إثيوبيا يجد المجال واسعا في الثروات هناك. أيضا قلت لكم عندهم لا يقع مع المسيحي بين المسيحي والمسلم، والمسلمين هناك مدارسهم موجودة وجهودهم مشكورة، وطلبة العلم هناك عندهم حكمة والحمد لله في دعوة الناس إلى الخير وإلى الفضيلة وإلى الإحسان. والحمد لله الإسلام في قوة وفي انتشار وفي وعي، والناس يقبلون عليه، لأنه تعرفوا الحمد لله دين الفطرة ودين الحق ودين الدليل ودين البرهان ودين الحجة واضحة والحمد لله. قلت لكم الطبيعة ودعنا تلك البلاد. هذان البلدان، بلد السودان وإثيوبيا، من بلاد إفريقيا ولا في بلاد أخرى، لكن هذا الذي وجدت مجالا أن أقوله هنا، وفيها دروس أريد أن أقولها للمشاهد. أولا أنك إذا هبطت بلد فعليك أن تثني على الجوانب المشرقة في ذاك البلد، لا تأتي وأنت وافد في أيام معدودة تخرج ملاحظات وتخرج أشياء، وأنت الواجب عليك أن تكون وأنت وافد أن تشجع هذه الجوانب. ثانيا أن تتكلم بروح الإسلام العالية، لا تتكلم بجزئية باسم مذهب أو باسم طائفة، ما تتكلم مثلا باسم الحنابلة أو باسم مثلا جماعة إسلامية، تتكلم باسم الإسلام باسم الكتاب والسنة. أذكر أني في مجلس جامع النور إني قلت أنا جيت أتكلم باسم القرآن والسنة، يعني مستدلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أتكلم بصفة مثل الحنابلة أو الشوافع أو الأحناف أو المالكية أو مثلا التبليغ أو الإخوان أو التحرير وغيرهم. نحن رسالتنا عالمية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن أمامك السلفية وأمامك الصوفية والحنابلة والمالكية والشوافع والأحناف والصوف وغيرها من الطوائف. لا تجرح القلوب، اجمع الناس على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرسول كما يقول ابن عبد البر وغيره، الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنصح إخواني الدعاء إذا سافروا يتكلمون عن تحت مظلة الإسلام، الدين العظيم هذا الكبير، ممارسة إلى رحمة العالمين. تكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وسيرة رسول الله عليه وسلم. ما تأتي بقضايا أخذت أنت من شيوخك أو من مذهبك أو طائفتك أو جماعتك الإسلامية. اترك المسلمين كلهم يكون تحت مظلة واحدة، وحتى لا تجرح أنت المشاعر أمامك، لأنك مثلا إذا تكلمت عن جماعة التبليغ وأثنيت عليهم الإخوان جلوس مثل الإخوان المسلمون أو السلفيون أو التحرير، تكلم باسم الإسلام. نحن لا ندعو لمذهب ولا ندعو لطائفة ولا ندعو لجماعة، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيا دعاة الإسلام إذا ذهبتم سواء إلى آسيا أو أوروبا أو إفريقيا، لا تصغروا الإسلام، لا تحجموا الإسلام، لا تحيزوا الإسلام في طائفة أو في مذهب أو في جماعة إسلامية. تكلموا باسم الإسلام هذا الواسع، المظلة الكبرى التي تجمعنا، الرابطة العظيمة، رابطة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رابطة اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هو سماكم المسلمين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سمانا المسلمين، لم يسمنا أي بالحنابلة ولم يسمنا أحنافا ولم يسمنا مالكية ولم يسمنا شوافع ولم يسمنا إخوان المسلمين ولم يسمنا جماعة تحرير ولم يسمنا جماعة تبليغ ولم يسمنا صوفية، سمانا المسلمين، فاسمنا الشرعي الصحيح المسلمون. فادعوا إلى منهج الإسلام،
ادع إلى اتباع رسول الله عليه وسلم، ادع إلى 3 كلمات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. فتجد إذا دعوت إلى هذا تجد الاستقبال والحفاوة، وتكسب الناس ويثقون في كلامك، ويعرفون أنه ليس لك مقاصد مذهبية أو طائفية أو حزبية، وأنك تنطلق من رسالة الإسلام ومن مشروع الإسلام ومن فكرة الإسلام. الإسلام شرف يا إخوان للجميع. الإسلام يدخل فيه طوائف، ويدخل فيه مذاهب، ويدخل فيه أحزاب، وهو مظلتنا الكبرى ورابطتنا التي نتشرف بها والتي اجتمعنا عليها. فالله لا تحجموا الإسلام، لا تصغروا الإسلام، لا تدخلوا الإسلام في مسارات ضيقة. الإسلام أوسع من أن تختصروه أنتم في جماعة أو في حزب أو في طائفة أو في مذهب. الإسلام عالمي، الإسلام دين حمل حضارات. الإسلام كون ما يقارب 100 دولة عبر تاريخه. الإسلام حكم في أوروبا، وحكم في آسيا، وحكم في إفريقيا، وحكم في أمريكا، وحكم في دول العالم. الإسلام ما كان، بلاد المسلمين ما كانت تغرب الشمس عليهم. كان يصلي المصلي في الهند بينه وبين المصلي في فرنسا يوم 24 ساعة. كان في يعني تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام مصل يصلي في الجمهوريات الإسلامية في سيبيريا، وآخر يؤذن في الهند، وثالث يخطب في القاهرة، ورابع يدرس في دمشق، وواحد يؤلف في الزيتونة، وآخر في الحمراء. فنحن والحمد لله أسسنا أهل حضارة وأهل رسالة وأهل مشروع كبير. أنا استفدت أنه ينبغي علينا أن نتكلم فيما اتفقنا عليه، نتكلم في مشروع الإسلام، نتكلم على منهج الكتاب والسنة، ما نتنازل، لا نقبل البدعة، لكن لا نأتي نجعل أصابعنا إذا رحنا في البلدان في عيون الناس ونسبهم. يا أخي بين الحق بدون ما تسب، بين السنة بدون ما تقول آل فلان ترى مخطئ، وآل فلان ضلال، وجماعة الفلانية مبتدعة، والطائفة الأخرى زنادقة، وهذه الفرقة كلهم في النار، وهذه الفرقة أصلا خارجون عن الإسلام. ما هو بصحيح. تكلم أنت عن الحق الذي معك، تكلم عن الكتاب والسنة، اشرح أنت فكرة الإسلام. وهم سوف بالمناسبة وبضدها تتميز الأشياء، سوف يفهمون عنك، وسوف يدرون بالمقابل الحق الذي أنت تدعو إليه، وأن ما هم عليهم خطأ إذا أوردت الأدلة وأوردت البراهين، وعرفوا أنك مصيب وأنك صادق فيما قلت. أما إذا سرت بفظاظة وبغلظة كما قال سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لن يقبلوك أبد، ولن ينصتوا لك، ولن يستمعوا لك أصلا. ومن أنت حتى يستمعون لك وأنت تجرح فيهم وتقدح وتسبهم وتشتمهم؟ هذا ليس من حكم. الداعي يكون حكيم، الداعي يحترم المشاعر حتى ولو خالفوك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا أخي نحن لسنا شتامين ولا سبابين ولا جراحين، نحن جينا بدعوة لينة، دعوة الكتاب والسنة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فوصيتي بعد تجربة زيارة ما يقارب 40 دولة في القارات، أن من يذهب بالدعوة عليه يدعو إلى مشروع الإسلام العظيم، ولا يختصر الإسلام في مذهبه ولا في طائفته ولا في جماعته. ادعو يا أخي الكتاب والسنة، قل قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، تحدث لهم في أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تيئسهم من رحمة الله ولا تؤمنهم من مكر الله. كن وسطا بين الرجاء والخوف، وانطلق من طبيعة دعوته عليه الصلاة والسلام، بحيث أنك تقرأ سيرته، كيف تعامل مع الأمم، وكيف تكلم مع اليهود، وكيف خطب في النصارى، وكيف راسل ملوك العالم. وإن يدعو إخواني إلى، كنت أتكلم عن السودان وإثيوبيا، إلى زيارة هذه البلدان. إن أردتها دينية شرعية فأنت مأجور، وإن أردتها دنيوية للسياحة والتجارة والثروات الحيوانية والزراعية فأنت على خير كثير. إن أردتها سماوية وجدتها، وإن أردتها أرضية وجدتها. وهي هذه بلاد غالبها يعني، بل طبعا غالب الشعب السوداني مسلم، وإثيوبيا 80% مسلمين، وحتى المسيحيين ندعوهم بالتي أحسن ونتعامل معهم بالتي أحسن. وبيننا كما يقول سبحانه: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى.
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فلا بد أن نقابلهم بالتي أحسن وندفع بالتي أحسن، وعلنا علهم يقتنعوا بفكرتنا وبدليلنا وبحجتنا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. نحن لا نحمل صوتا ولا سيفا ولا نهدد البشر. نحن إن عليك إلا البلاغ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن نحمل حجة وبرهان وبيان وحوار، ونطلب من الناس ينقذوا أنفسهم بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي جاء بالدين الحق، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جمعنا الله وإياكم على الهدى والنور والحق والسلام والمحبة في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء.